بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة في فيديو جديد. إن شاء الله غادي نشارك معكم كيكة بالتفاح كتجي رائعة. نخليكم مع طريقة التحضير ديالها والمقادير اللي غادي نحتاجو فيها إن شاء الله. الكيكه ديالنا غادي نحتاجو فيها جوج ديال البيضات يكونوا خرجتهم من قبل من الثلاجه، كاس تاع العنبه عامر بسنيده، وعندي صاشي نتاع السكر فاني. نخلطوا هاد المقادير مزيان بالضراب. انا عندي هنا الضراب غير الضراب اليدوي. نزيدوا واحد شويه نتاع الملحه، وغادي نزيدو كاس نتاع العلبه معمرش نتاع الزيت، وغادي تضيفوا هكا بالتدريج، ما تخوفوش في مره. غتخلطوا الخليط مزيان، وغادي نزيدو كاس نتاع الحليب باش عبرنا الزيت والسنيده. غادي نعبرو حتى الحليب. الفرينه راه عندي جوج كيسان ونص. انا غادي نزيد جوج كيسان في الاول، ونزيد عليهم جوج ساشيات نتاع الخميره تاع الحلوه. عندي هنايا 16 غرام. ديروا 16 غرام ولا اللي فيهم 7 14 غرام. غتخلطوا الخليط مزيان، كل فرينه كيفاش كتكون، كاين اللي كتشرب ولا كاين اللي ما كتشربش. هذا تخلطوا جوج كيسان في الاول مزيان بحال هكا، عاد تشوفوا شحال غادي تزيدوا نتاع الفرينه. انا غادي نزيد نص فرينه، نص في الكاس، نص كاس نتاع الفرينه، ونخلط مزيان. الا كان خاص غادي نزيد، ولا غادي نكتفي غير بهكا بين جوج كيسان ونص تاع الفرينه. هاد الخليط راه فد لي جوج كيسان ونص. غادي نزيد عليهم بعد ما تخلطوا مزيان الفرينه، غادي تزيد عليهم جوج معلقات عامرين مزيان نتاع عصير الحامض، ولا جوج معلقات نتاع الخل. غادي تخلطوا مزيان باش داك الحامض، العصير تاع الحامض يدخل في الخليط مزيان، وغادي يخفوا شويه ما يبقاش ثقيل. وهاد الكيكه نتاع التفاح ضروري تكون شويه ثقيله على الكيك العادي. انا المول هنايا راني دهنته بالزبده ورشته بالدقيق من قبل. صافي غادي نصاوب الكيك ديالي هكا في العجينه ديال الكيك هكا في المول اللي غادي ندخل الفران، وننتقل باش نقطع التفاح. هنا عندي جوج تفاحات غادي نقطعهم. وحاولوا تقطعوا التفاح هكا رقيق، ما ديروش غليظ باش ما يتغطسلكمش في الخليط. الا درتوه غليظ غادي من تبقاو تحطوه هكا غادي يتغطسلكم في الكيكه. حاولوا ترقوه في التقطاع. بعد ما نقطعوا التفاحات هكا شرائح رقاق، غادي نستفوهم هكا فوق الكيكه.
حاولوا تحطوا هكا كل قطعه فوق اختها بحال هكا. باش في الطيابه نتاع الكيكه غادي تجي منظرها زوين من الطيب. تنكملوا بحال هكا وعاوتاني غادي نعمروا الوسط. وهاد الكيكه نتاع التفاح راه كتبغي الفران يكون سخون يعني من قبل، ماشي بحال الكيك العادي اللي كنديروا الكيكه بارد يعني في الفران بارد. غادي تسخنوه واحد شويه نعاد وديروا الكيكه ديالكم طيب، وما تنقصوش البوطه بزاف يعني تاع الفران. وانا هنايا راني كنهضر على الفران تاع الغاز. بعد ما نكملوا كامل التصطيف تاع التفاح غادي نزيدوا عليه واحد الساشيه تاع السكر فانيا هكا من الفوق. فغادي ندير الكيكه ديالي طيب في الفران. بعد ما طابت يعني غادي نزينها بشويه تاع المربى يكون شويه جاري بحال هكا، يكونش ثقيل. وغادي نردها في الفران والفران يكون يعني مطفي، نكون طفيتو عليه وتردوها في ديك الحراره هكا يزيد يتحمر من الوجه شويه وصافي. يعني تكون مضافين الفران، ما تكونوش باقي يعني شاعل. الكيكه ديالنا بعد ما طابت وجدت يعني كتجي على هذا الشكل هذا كتجي زوينه وتجي هشيشه، ومذاق التفاح يعني كيزيد لها واحد المذاق رائع. غادي نقطع معكم واحد القطعه وتشوفوها ملي كتجي من الداخل يعني كتجي هشيشه. انا قطعتها معكم يعني وهي باقيه سخونه، يعني تحاولوا تخليوها حتى تبرد مزيان عاد تقطعوها. فكتجي من الداخل يعني شيشه وخفيفه يعني في الاكل ديالها. وكنشكركم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.